الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. عدنا والعود أحمد المشاهدون الأعزاء، نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الغاية العظيمة، غاية التعبد لله سبحانه وتعالى. هذه الغاية التي هي من أشرف الغايات ومن أنبل الغايات، والتي نسعى حقيقة جاهدين إلى أن نحقق معنى العبودية أو العبادية لله سبحانه وتعالى، حتى ننال بشرى هذه المسألة. وبشر عباد فالذين يعبدون الله سبحانه وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فنأتي إن شاء الله إلى المسألة السابعة، وكنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن مسألة شروط العبادة، وقلنا بأنها يتطلب في العبادة أن تكون خالصة لله، وأن تكون صوابا متبعا فيها الإنسان لشرع الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى دوافع العبادة. ما الذي يدفعنا إلى العبادة؟ الدوافع يمكن أن نلخصها في أمرين. هنالك دوافع فطرية مفطور عليها الإنسان، جبل عليها الإنسان، وهنالك دوافع شرعية. هذه الدوافع الفطرية هو أن الإنسان بمجرد خروجه إلى هذه الحياة يدرك بأن له خالق جبله الله على ذلك. يعني الإنسان مفطور، كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد على معرفة الله، أن له خالق وله رازق وله محيي وله مميت. هكذا يولد الإنسان في الفطرة. وسبحان الله سنلاحظ أن هذه الفطرة أقوى درجات المقاومة في الداخل، يعني التي تقاوم الإلحاد وتقاوم الكفر وتقاوم النكران وتقاوم الجحود، هي الفطرة. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول هم يجحدون، ولكن في داخلهم يعرفون أن الله خالقهم وأن الله موجود، ولا يمكن لهذا الكون الفسيح أن يكون هكذا خلق صدفة كما يقول. فالدافع الأول هو دافع الشعور بالخالقية، بأن الله خالق وأن العبد مخلوق، والمخلوق بطبيعته ميال إلى خالقه ويحب خالقه، لأنه هو صاحب نعمته وهو صاحب الخلق، وهو الذي أعده ورعاه وأمده ويحييه ويحفظه في سائر مسيرة حياته. فهذا الذي خلق هذا الخلق إعدادا وإمدادا ويظل يحفظ الإنسان في مسيرته كلها، فإن في دواخلنا هنالك شيء ينادينا بالتعبد، قل لنا اعبدوا الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني ربط العبادة بناها على فكرة إيه؟ على فكرة الرب. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا الخالقية دافع بالنسبة لنا لأن نعبد الله. المسألة الثانية من حيث الفطرة هي دافع الحاجة والإفتقار، وهذه دوافع فطرية. عندما يقول الله سبحانه، عندما يجد الإنسان نفسه في لحظة من اللحظات لحظات ضعف وظلم وقهر، والحياة من حوله قد ضاقت به، فإن هنالك شيء يشده إلى قوة خارجية. هذه القوة حالة فطرية، لا يستطيع الإنسان أن يقاوم هذه الحالة، لا يقاومها عندما تمر به المصائب، لا يقاومها عندما ترمي به مثلا الرياح في البحار، لا يقاومها عندما يكون في خطر عظيم. ولذلك أحد الفلاسفة قال أقرب ما يكون الناس إلى الله في لحظات الحرب والخنادق، لأنهم يرون الموت رأي العين، وهم يدركون في هذه اللحظة بأن الله هو الحق. إذا نحن الدافع الأول لأن نعبد الله هو دافع فطري، وهو أننا نقر بالخالقية لله ونقر بالربوبية لله، والله أسس عليها فكرة الألوهية وفكرة العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فكرة الخالقية، ربكم الذي خلق. فالرب والخالق الشعور به يؤدي بنا إلى أن نلجأ إليه. الحالة الثانية الافتقار إلى الله. نحن فقراء إلى الله في علمنا، فقراء إلى الله في قدرتنا، فقراء إلى الله في أموالنا، فقراء إلى الله في حياتنا كلها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كلنا فقراء. أعتى ملوك الأرض من يملك كل هذه الدنيا، لو افترضنا في واحد مالكها، فإنه فقير إلى الله. إذن فكرة الفقر إلى الله سبحانه وتعالى فكرة مركزية في الدافع إلى التعبد. المسألة الثانية الدوافع الشرعية، وهو دافع الرغبة والرهبة، وهو أن الإنسان له دوافع شرعية بأنه والله يعبد الله رغبة في ثواب الله، رغبة فيما عند الله، رغبة في أن يرضي الله سبحانه وتعالى.
ويعبد الله رهبة مما يرجوه، ما حذر الله منه، يخاف عذاب الله، يخاف النار، يخاف عقاب الله في الدنيا، يخاف المصائب، فيعبد الله سبحانه وتعالى رغبة ورهبة. ويعبد الله أيضا بدافع المحبة والتعظيم، هي المرتبة الثانية. يعني المرتبة الأولى ذكرناها مرتبة الرغبة والرهبة، المرتبة الثانية يعبد الله بدافع المحبة والتعظيم، أي أنه يحب الله سبحانه وتعالى ويعظم الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يعبد الله. الثالث بدافع الشكر والثناء والعرفان، هنالك من يعبد الله شكرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا المقام، فعندما قالوا له لماذا تعبد الله، لماذا تعبد حتى تتفطر قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. إذن هو وصل مرتبة الشكر، وهي أعلى درجات التعبد لله سبحانه وتعالى. نأتي إلى الموضوع الثامن، وهو صور التعبد لله سبحانه وتعالى. ما هي الصور التي يمكن أن نقول بأن الإنسان يعبد الله من خلال هذه الصور، هذه النماذج؟ هنالك صور قولية، وهنالك صور قلبية، وهنالك صور للتعبد بدنية، وهنالك صور مالية، وهنالك صور كذلك ذات طابع مشترك. فبالنسبة للأقوال نقول مثلا كل ما يتعلق بقراءة القرآن الكريم، الإقرار بتوحيد الله سبحانه وتعالى من الناحية القولية، أشهد أن لا إله إلا الله، التسبيح، التحميد، التهليل، الاستغفار، الذكر المستمر، هذا تعبد قولي، هذا تعبد قولي، كل ما يدخل فيه اللسان. العبادات القلبية، قضايا الاعتقادات والعلوم والمعارف وأعمال القلوب من خشية ورهبة وخوف ورجاء وتوكل وإنابة، وهذه كلها تدخل في أعمال القلوب، هذا إذن أيضا أعمال قلبية. هنالك صور للأعمال البدنية، الأعمال البدنية تدخل فيها الصلاة، وإن كان الصلاة مشتركة، لكن أعمال كثير من الأشياء أعمال بدنية. يعني هسه مثلا قضايا الحج فيها أعمال بدنية، الجهاد في سبيل الله أعمال بدنية، الصيام فيه عمل بدني، خاصة يظهر الصيام فيه الجانب البدني بشكل كبير جدا. إذن عندنا أعمال قولية، عبادات قولية، عبادات قلبية، عبادات بدنية يقوم البدن فيها بصورة أكثر وضوحا، وهنا أعلاها طبعا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، عمل بدني شاق، ولذلك الأجر فيه عظيم جدا. وهنالك أعمال مالية لا يكون فيها الجانب البدني، ولكن تجد أن الإنسان مثلا قضية الزكاة يكون فيها الجانب المالي والتعبد المالي، وهنا نعبد الله سبحانه وتعالى من خلال إنفاق الأموال والعمل المالي، وهذا واسع جدا في أعمال الخير، وهو تعبد لله سبحانه وتعالى. ومن العبادات أيضا ما هو مشترك يجمع كل هذه، يكون فيه الجانب القلبي، ويكون فيه الجانب البدني، ويكون فيه الجانب المالي، مثل كما ذكرت مثلا شعيرة الصلاة فيها جانب قلبي، فيها جانب قولي، فيها جانب بدني. شعيرة الحج فيها جانب بدني، وفيها جانب قلبي، وفيها جانب مالي، وهكذا هنالك صور مشتركة. فعلى كل عليك أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى بكل هذه النواحي. ولو لاحظنا إلى الشعائر التعبدية في أركان الإسلام، فيها ما هو تعبدي يعني بدني محض، وفيها ما هو مالي محض، وفيها ما هو جامع بين المالي والبدني. هذه أراد الله سبحانه وتعالى هكذا. هنالك مسألة مهمة جدا لا بد من الإشارة إليها ونحن نتكلم عن التعبد لله سبحانه وتعالى، وهو خطورة الخروج عن عبادة الله والتعبد لغير الله سبحانه وتعالى، وهي التي تسمى الشرك بالله. أعظم ما عصي الله سبحانه وتعالى به هو الإشراك بالله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تجعل لله ند، والله الخالق، الله خلقك وأنت تجعل له أنداد. والله عز وجل حذر فلا تتخذوا من دون الله أندادا، فلا تعبدوا من دون الله أندادا ولا تتخذوا من دون الله أندادا. والله عز وجل أشار إلى أن هذه الندية تأتي في سياقات مختلفة، الندية في الدعاء، الندية في المحبة، الندية في القصد والإرادة، والندية في الطاعة. هذه كلها مخاطر عظيمة جدا يمكن للإنسان أن يقع في خطر الإشراك بالله. والله عز وجل قد حرم أعظم ما حرم الشرك. الله عز وجل يقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أول هذه المحرمات قال ألا تشركوا بالله شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا نلاحظ بأن الشرك بالله سبحانه وتعالى من أعظم الذنوب التي يقع فيها الإنسان. ختاما نأتي إلى مقاصد التعبد لله سبحانه وتعالى والآثار التي ينبغي أن تظهر في حياتنا أو ستظهر بشكل طبيعي في حياتنا
من خلال التعبد لله سبحانه وتعالى. أول شيء إن أعظم مقصد للتعبد لله سبحانه وتعالى هو التسليم لله سبحانه وتعالى والانقياد له بالطاعة حبا وتعظيما وشكرا وثناء وطمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى من ثواب، وخوفا فيما عند الله سبحانه وتعالى من عقاب. هذا من أعظم المقاصد التي نحن نرجوها من التعبد لله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الشاطبي في هذا الجانب: إن مقصود العبادات الخضوع لله والتوجه إليه والتذلل بين يديه والانقياد تحت حكمه وعمارة القلب بذكره، حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضرا مع الله، حتى يكون حاضرا مع الله ومراقبا لله غير غافل عنه، وأن يكون ساعيا في مرضاته وما يقرب إليه على حسب طاقته. هذه من الأشياء المهمة. أيضا ثانيا من آثار التعبد لله أنه العبادة تحقق التقوى، اعبدوا الله لعلكم تتقون، وأنها تحقق تزكية النفوس والطهورية، وتمنع من اقتراف المحرمات. اعبدوا ربكم. لو تلاحظوا في أواخر آيات الوصايا العشر قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالعبادة تحقق التقوى، وسنلاحظ كيف أن غاية التقوى ترتبط مع غاية التعبد ترتبط مع غاية التقوى. كذلك نلاحظ بأن لكل عبادة مقصد ترمي إليه، فالصلاة تحقق ذكر الله، والزكاة تحقق الطهورية والتزكية والتكافل، والصوم يحقق التقوى، والحج يحقق ذكر الله والعديد من المنافع. وختاما فإن العبادة لله تحقق انشراح الصدر وراحة البال والسعادة في الدارين والشعور بمعية الله سبحانه وتعالى وتنزل البركات الدنيوية والأخروية، وتحقق كذلك التحرر من الربقة العبودية لغير الله، ودخول الإنسان في الحرية التامة التي لا تكون إلا بعبادة الله. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.